آخر إحصائيات بتقول إن الاستثمار في القطاع السكني بيمثل 40% من حجم الاستثمارات في القطاع العقاري في سنة 2023، وال60% متقسمة ما بين القطاع التجاري والطبي والإداري. بيجي في المرتبة الأولى القطاع السكني أكبر حجم استثمارات، يليه القطاع الإداري، يليه القطاع التجاري، ومن ثم الطبي والسكني الفندقي وبقية الاستثمارات. ده بيدل يا حضرات إيه؟ إن في منافسة كبيرة جدا ما بين القطاع التجاري والإداري، بل القطاع الإداري هو أكبر شوية. أو السنة دي في سنة 2023 حجم المكاتب الإدارية اللي اتباعت في التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة يفوق المحلات التجارية. ده العوامل كتيرة قوي، من ضمنها إن المحلات دايما بتبقى أغلى، ومن ضمنها إن عدد المكاتب أكبر شوية، فالفرايتي أكبر شوية. لكن مش هو ده بس، أنا عايز في الفيديو ده أقول لحضرتك مدى أهمية الاستثمار في القطاع الإداري بوجه عام على المستقبل القادم، بالأخص إن مصر لأول مرة بتعمل مناطق متخصصة في القطاع الإداري فقط. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركة توب مانجمنت. وخليني أقول لحضرتك إزاي تستثمر في القطاع الإداري وتحقق منه أعلى عائد حتى من القطاع التجاري، بس لما تتبع المواصفات أو تتبع الطريقة اللي هقول لحضرتك عليها. مبدئيا، مؤخرا حينما تم طرح مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ابتدى يتعمل جواها كونسبت مناطق خاصة بالاستثمار في القطاع الإداري، يعني فيما يسمى زي الحي المالي والحي الإداري وبقية الأماكن اللي اوريدي هي موجودة في التجمع، بيزنس كومبلكس بيلدينج ما بين ميكسد يوز بيلدينج، إداري تجاري طبي فندقي. عفوا. فده بيدل على ايه؟ بيدل على ان الفتره القادمه مع انهاء تراخيص كل الشقق السكنيه اللي بتستخدمها الشركات عشان تدير المؤسسات بتاعتها هتتلغي، وهيبقى التوجه للمباني الاداريه او المباني التجاريه الاداريه. الاستثمار في القطاع الاداري في مصر من احد افضل الاستثمارات، والعائد عليه وصل ل 12% من سعر الوحده عند الاستلام. متوسط الإيجار في سعر المتر في القطاع الإداري في مدينة التجمع الخامس مثلا ومستقبلا في العاصمة بيبتدي 500 600 700، وما بقاش فيه دول كمان، ستارت من 600 700. ده جريد بي، وجريد بي بلس بيخش في 800 900، وجريد اي 1000 1100، وجريد اي بلس 1100 و1200 ووصل ل 1500. ده بآخر إحصائيات موجودة لسنة 2023. طيب حضرتك امتى تقدر تاخد مكتب إداري يجيب لك عائد في الشهر في المتر إيجار 1500، وامتى يجيب لك 1000، وامتى يجيب لك 500؟ بالجريدد بتاعت المبنى. اولا في شويه خطوات انا هساعد حضرتك فيها لو عايز تستثمر في القطاع الاداري، هقولها لك في الفيديو ده بشكل سريع. ولو مهتم بالاستثمار في القطاع الاداري تقدر تتواصل معايا على ارقامي اللي على الواتساب. هناخد العاصمه الاداريه الجديده مثال. العاصمه اميز ما فيها ان فيها كميه مباني اداريه تجاريه واداريه كتيره جدا على المدى البعيد واقساط طويله المدى، وبتبتدي المكاتب من اول 2 مليون جنيه. اول حاجه احنا بنعملها بنعمل تقييم للمناطق حوالين بعضيها، يعني حاجه اسمها comparison by areas. يعني بقارن الداون تاون بالام يو 7 او الام يو 7 بالحي المالي او الحي المالي بالاستريبات مول. كل دي مناطق فيها اداري. هتلاقي مناطق معينه فقط فيها جريد A بلس اللي هي مستويات المباني المتخصصه اللي فيها امكانيات ومعايير بمواصفات عالميه توصل ايجار المتر ل 1500 جنيه. ادي واحد. اتنين، بتعمل تقييم على مستوى المشاريع وتقارن ما بينهم، لان كل مشروع بيقدم خدمات والتايب بتاع البيلدينج مختلف. ممكن تلاقي منطقه فيها مبنى اداري بالكامل، وبعديه بشويه في نفس المنطقه في مبنى اداري تجاري، الايجار هنا غير الايجار هنا. ادي النقطه الثانيه. بعد كده بتعمل مقارنه ما بين الوحدات وبعضيها، لان في مكاتب تقسيمتها سيئه جدا، وفي مكاتب مساحتها كبيره بس هي مش مناسبه للايجار لجميع الانشطه او لجميع الشركات، وفي مباني فيها خدمات بتعمل استقطاب للشركات المالتي ناشونال والاند يوزرز الكبار.
وبعد كده اخر حاجه بتبتدي تشوف انت امكانياتك الماديه تقدر تجيب لك ده ولا لا. باختصار شديد جدا، اميز المناطق للاستثمار في القطاع الاداري في العاصمه الاداريه الجديده منطقه الحي المالي، لان هي الاقرب في التسليم والاسرع في التشغيل واكثر الشركات التي لها سابقه اعمال وفيها مشاريع ما زالت لسه بتلونش، فانت عندك فرصه. بس عشان تدخل هناك ابتداء يعني مش عايز اقول 3 و4 مليون جنيه، بس خد المتوسط 6 مليون جنيه. اتنين الحي الاداري في منطقه الداون تاون، ثلاثه شريك الابراج السياحيه، اربعه منطقه الام يو 7، خمسه منطقه الام يو 23، سته الاستريبات مول. وتقدر تاخد من اول 2 مليون جنيه تدفع 10% مقدم وتقسط على 7 8 سنين كمان. بس انا بنصحك كل ما كنت خدت في مكان متخصص اداري بالكامل او الجريد بتاعه من اول جريد بي بلس واي كل ما يكون افضل. وطولت على حضراتكم، لو في اي استفسارات فيما يخص القطاع الاداري تقدروا تبعتوا لي مسج على الواتساب وانا دايما في خدمتكم. شكرا.